مش حد ماشي يتكلموا عليا ولا حتى بتاع الفراخ. بصوا فظيع تحفه. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا بقى، انا لسه راجعه من الشغل دلوقتي والمفروض اخلص الغداء بسرعه جدا. الولاد لسه راجعين من المدرسه، دخلوا ياخدوا شاور، هكون انا خلصت الغداء. هنعمل اكل ايه؟ هنعمل اكله الست المستعجله اللي هي ايه، بانيه. وهعمل مكرونه بس هعملها وايت صوص عشان ولادي بيحبوها وايت صوص. بالنسبه للبانيه انا سبقتكم وتبلته الصبح قبل ما انزل الشغل، حطيت بس عليه، جبت بصلايه حطيتها في الكبه، عصرتها خليتها ميه، يعني ما كانش عندي وقت اصفيها فخليتها ميه خالص، وحط عليها ملح وفلفل ومرقه فراخ بودره، وحط عليها بابريكا وسنه شطه. بس ده اللي انا عملته، وغطيتها وسبتها ونزلت الشغل. فانا دلوقتي هحط عليها بيضايه بس وهقلبها في بعض، وايه يبقى انا كده تبلت البانيه بتاعي. بصوا بقى، هكسر البيضايه دي على البانيه. هتقولي لي ليه ما حطيتيش البيض من الصبح؟ هقول لكم لان انا مش بحب احط البيض واسيبه فتره طويله مع البانيه، يعني بحب اسيبه قبلها بشويه صغيرين. فانا هحط البيضايه بتاعتي دي دلوقتي كده. انا مش بحب احط في البانيه اللي هيتقلي او البفتيك ما بحبش احط لا لبن ولا رايب، بحس ان هو بيشرب زيت. يعني ممكن ازود ميه، لكن احط لبن او رايب ما بحسش الصراحه. فعادي لو بتحبي تحطي حطي براحتك. خلاص بصوا بقى كده، هسيبه بقى على جنب على مسلوق المكرونه. بصوا بقى، انا عندي هنا حله احط فيها ميه. ولع النار، عايزه احط ملح، استنى الميه تغلي واقوم ايه حاطه فيها المكرونه. ممكن نعمل ايه دلوقتي؟ ممكن نعمل البقسماط بتاع البانيه، نكون انجزنا حاجه. يلا بينا. شويه بقسماط كده. انا بحب اجيب ده في السوبر ماركت، لو مش موجود بجيب اللي هو الكريسب لوحده ده، بس ده بيبقى متبل حلو. بس هو بيبقى من جوه كده كريسبي. اوكي، فيجيتار حار عادي. معلقه كبيره نشا. ساعات بحط دقيق، بس انا النهارده مش عايزه احط دقيق فانا مش هحط دقيق. هنعمل ايه بقى؟ ايد في البانيه، ايد في البقسماط. قطعه البانيه اهي خلاص، وهغلفها حلو جدا وادوس بقى عليها كده. دي وقتها كده، وما اسيبش اي حته باينه. ليه بقى؟ عشان ده هيخليه يفك كده. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفه. بصوا انا خلصت الكميه كلها اهي تمام. هحطها في التلاجة تقريبا نص ساعه على ما اخلص بس المكرونه. زيتني كميه هتعملي فيها ايه ميري؟ هترميها؟ لا طبعا مش هرميها، هحطها في كيسه واشيلها في الفريزر. لما اجي اعمل بانيه تاني هطلعها، بس اعمل بانيه فراخ، يعني مش هينفع مثلا اجي اعمل بفتيك فاقوم حطاها، لا دي للبانيه فراخ بس، دام هي اصلا كانت مكانها بانيه فراخ. يلا بينا نعمل مكرونه. بصوا بقى، عندي ميه غليت، استنى اوريكم. بصوا اهي بتغلي، المكرونه اهي اتسلقت خلاص، سلقتها. هطفي بقى عليها ونبدا نعمل بقى ايه في الصوص الابيض. عشان اعمل الصوص الابيض اول حاجه اعملها هحط بقى زبده، تقريبا يعني معلقتين كبار زبده. هزود كمان شويه زيت. اول ما الزبده تبدا تسيح هحط ايه معلقتين دقيق واقلب. الصوص الابيض المفروض بيتحط فيه توم مفروم، بس انا مش بحب، فانا هحط فيه توم بودره. لو عايزين تضيفوا توم مفروم هتضيفوه في المرحله دي كده، بس انا ايه هضيف توم بودره افضل. دلوقتي بقى هزود اللبن. هتقولي لي حطيتي قد ايه لبن يا ميري؟ هقول لكم معرفش، انا حاطه بالويم. انا بحب اضيف على الوايت صوص او البشاميل لبن باودر، فانا هحط معلقتين كبار. هقلبهم بقى كويس. اتاكدت ان هما دابوا، هنزل بقى بكوبايه الميه اللي انا خدتها من سلق المكرونه. بصوا بقى كده الصوص بدأ ايه يعني يتقل سنه،
هبدا بقى ايه احط له التوابل بتاعته. هحط فلفل اسود كده، عادي عايزه تحطي فلفل ابيض حطي، بس انا مش فارق معايا لون يعني. الثوم البودره، عندي مرقه فراخ اللي هي الباودر دي هحط برضو حبه. هحط ايه الملح. بصوا اصلا هو كده ده قوام مناسب جدا للوايت صوص، ممكن كمان اخففه بشويه ميه. لو عندك جبنه كريمي حطي، جبنه مثلثات برضو حلوه يعني براحتك، كريمه حطي، بس انا شايفه ان هو وايت صوص كده لايت حلو خفيف، ما يبقاش تقيل زي البشاميل، بس هو ده القوام اللي انا عايزاه، ما يبقاش تقيل ما يبقاش خفيف. بصوا بقى انا كده حطيت المكرونه في الصوص الابيض، انا بحبه كتير كده، هي شويه اصلا هتلاقوها شربت كل الصوص ده. طبعا انا ما بحطش المكرونه غير قبل الاكل على طول، عشان ايه ما تشربش كل الصوص تحت. بس بصوا تحفه ازاي. بصوا اللون ده تحفه وريحته فظيعه. انا مش هغمقه عن كده عشان ما ينشفش مني بقى. كلموني بقى عن حلاوه البانيه. بصوا الجمال، مش شارب زيت، مقرمش، فظيع، ومن اول واحده لاخر واحده نفس اللون. خلصت الغدا، سقفوا القشطه كتكوت. بصوا الحلاوه ريحته تحفه. بصوا بقى البانيه عامل ازاي، بصوا فظيع تحفه رهيب. انا كده هتغدى هنا، هروح اغديهم بقى، يلا باي باي.